السلام عليكم، كيف الحال؟ انتوا وين؟ معليش على الساعة يا شباب. احيانا يوم نصور سناب وننزلها في الستوري، عقب نحفظ الستوري كامل عندنا في الاستوديو، نلاحظ ان جودة الفيديوهات قلت بشكل جدا كبير، واذا بغينا نرفع نفس الفيديوهات هذه على ستوري انستغرام او اليوتيوب او اي شيء، الجودة تكون جدا جدا سيئة، زيرو على الشمال. وللعلم نفس الفيديوهات هذه في السناب تكون واضحة، بس يوم تنزل في الاستوديو الجودة تقل. المشكلة وين؟ المشكلة ان السناب يعطيك جودة على حسب سرعة النت اللي موجودة عندك. لكن في طريقة تحفظ لك السنابات بجودتها الأصلية عن طريق الذكريات. من قبل حاب استعرض لكم الفرق بين انك يوم تحفظ الستوري دايركت في الاستديو او تحفظها عن طريق الذكريات. الحين مثلا هذا الفيديو انا حافظنه دايركت من الستوري على الاستديو، خلينا نشوف الجودة كم. الجودة 240 كحد اقصى 240، ولكن خلونا نشوف فيديو ثاني حافظنه عن طريق الذكريات. مثلا هذا، شوفوا الجودة كم، 480، هذاك 240. يا اخي ترى الفرق مش بسيط. خلونا نشوف كيف ممكن نحفظ الستوري عن طريق الذكريات. الحين اذا كنت اول مره تستخدم الذكريات فتضغط على الذكريات، بعدها تضغط على حسنا، بعدها ندخل على الاعدادات ونفعل خيار الحفظ في الذكريات. اعدادات، ننزل تحت بنحصل عندنا الذكريات، ندخل عليها، بعدها نضغط الحفظ فيه. ممكن مختار لك البوم الكاميرا فقط، فانت خله الذكريات والبوم الكاميرا. بعدها تحفظ الستوري عادي، تضغط على زر الحفظ، بتظهر لك رسالة انه سوف يتم حفظ هذه القصة بالكامل في الذكريات والبوم الكاميرا. تضغط نعم، جاري الحفظ. الحين حفظت عندنا اول نسخة اللي هي دايركت من الستوري، هذه هي نحذفها، مش بحاجة لها. نرجع ندخل على السناب، نضغط على الذكريات، نتجه صوب القصص، بنحصل قصتنا اللي حفظناها، نضغط على 3 نقاط اللي موجودة هني، بعدها نضغط على تصدير القصة. الحين نضغط على حفظ القصة عشان تنحفظ بشكل كامل. طبعا ممكن تحفظها كسنابة سنابة، ولكن ممكن تحفظها بشكل كامل، بس ياخذ وقت على اساس يحملك شوي. وراح ينحفظ لك الستوري في الاستديو عندك بجودته العالية. الطريقة هذه وايد راح تفيد الناس اللي تحب تصور سنابات بعدها تنزلها على ستوري انستغرام عشان الجودة ما تضيع عليك. انا في العادة اذا صورت هني ونزلت هناك الجودة تكون جدا سيئة. او حتى اذا كنت تحب تسافر، يعني اذا كنت تحب تسافر او تشرح عن شيء او تغطي اماكن وتحب تحتفظ في فيديوهاتك عندك عشان تنزلها على اليوتيوب او اي مكان ثاني، فبعد الطريقة هذه جدا راح تفيدك.